فحاولت أن أقف عند هذه النقطة، فالجانب التاريخي، وأخبرك بأني لا زاد لي فاقبلوا مني هذا التطفل على المادة أي مادة التاريخ. شكرا للجواب. فما كان مني إلا أن استنجدت بهذه المستحدثات لأملأ حيزا من أوقاتكم من وقتكم الغالي، فأستسمحكم في توظيف مصطلحات وألفاظ أدبية في إيصال مفاهيم تاريخية، وأسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم وعذرا مسبقا. لكل مجتمع فيما سلخ من حياته أحداث كان لها في قوته أو ضعفه، وفي علمه أو جهالته، وفي نظامه أو فوضاه، أو في استقراره أو اضطرابه، وفي أمنه أو خوفه، وكان له في ذلك أثر بارز في تحول أحوال المجتمع من حال إلى حال. يقول المولى تبارك وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويقول المولى تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن الأحداث التي يسجلها التاريخ لكل مجتمع، وهي مرآة صادقة تعكس أحواله الماضية لتقليد النظر فيها وفي أسبابها ونتائجها، لتمهد لنفسها سبل السير في حياتها المقبلة، مؤسسة قواعدها المستقبلية على أرضية صلبة على ضوء ما عرفت من أحداث تاريخية والنتائج. وإذا كانت الذكريات على وجه عام هي من شؤون المجتمعات البشرية، فقد سلك الإسلام بأهله في المنافسات مسلك الفطرة للمجتمع. لقاؤنا اليوم يندرج تحت هذا المعنى لما يهدف إليه من إيقاظ الهمم وبعث الغيرة وأخذ العبرة والاقتداء بأهل العلم والعزم. يقول الله تبارك وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحن بصدد إحياء ذكرى يوم طالب التي كان رمزها أحد المثقفين الذين التحقوا بالثورة بعد الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، والذي تأسس هذا النظام في يونيو 55 من يوم 19 ماي 1956. وهذا الرمز هو طالب عبد الرحمن الشهيد المتفاني المعروف بكيميائي الثورة ومنشئ مخبر صنع المتفجرات، المولود في 5 مارس 1930، وهو الذي درس الطب في كلية الجزائر العاصمة مع ميله إلى الكيمياء. تعلم اللغة الألمانية بهدف التعرف على صناعة القنابل وصناعها أو صناعة الصواريخ، كما درس في جامعة يوسف الخدحري التي تسمى. وكان الإضراب الطلابي قد كشف عن الطاقات المثقفة آنذاك وتنوع الاختصاصات، ولذا استغل رجال الثورة هذه الطاقات بتوجيهها لأداء مهام مختلفة كالطب والتعليم إلى آخره. وكما قام هؤلاء بإرسال وفود للدراسة في تونس، كما تحمل بعض الشباب المثقف بمسؤوليات سياسية. هذا طالب عبد الرحمن بغيرته الوطنية اتصل بقيادة الولاية الثالثة بواسطة، وهناك عرضت عليه خلية صنع المتفجرات والقنابل
وهكذا أنشأ مخبرا لذلك، كما قام بمداواة مواطنين بأدوية متواضعة. ومشاركته في الإضراب الذي حدث في 19 ماي 1956 لفتت انتباه المستعمر بنشاطه وحركته في التنظيم لتشبعه بمثل الحركة الوطنية، وهذا ما دفعه إلى أن يكون رمزا للتضحية في سبيل الوطن. وقد توصل المستعمر إلى اكتشاف مخبره المهتم بالمتفجرات بالديار، وبعد التحقيق تأكدت فرنسا أن صنع المتفجرات كان محليا بالجزائر، وأثبتت علاقة طالب عبد الرحمن بصنع القنابل. وبعد اكتشافه قرر الفرار والإفلات من جهاز الأمن الفرنسي الذي كان يطارده، ثم التحق بمجلس الولاية الرابعة ومباشرة عمله كملازم في صفوفها. وقد تمكن الاستعمار من إلقاء القبض عليه في كمين وهو متوجه إلى البليدة، وذلك في 13/7/1957، وكان قد صدر في حقه قرار الإعدام 3 مرات في سنة 1958. وبعد تمكن الاستعمار من القبض عليه حكم عليه بالإعدام وأعدم في يوم 24/4/1958، وقد نفذ فيه الإعدام بسجن بربروس. ومن نتائج الإضراب العام للطلبة تأكيد دعم الشعب للثورة، وإبراز دور الطلبة في الثورة، وإحباط الاستراتيجية الاستعمارية لعزل الشعب عن جيشه وعن ثورته. والذي نخرج من هذه الحادثة وهذه الذكرى واستعادة هذه الذكرى من سنة لآخرى، لا بد أن نأخذ منها هذه العبر: الاهتمام بالفكر والذكاء والإبداع الطلابي وتنميته، الرعاية والمتابعة لطلابنا والاكتشاف مكامن الطاقة بينهم، إبراز قدرات الشعب المثقف، الجيل المثقف في مواجهة ألوان الاستعمار الحديث، تخليد الذكريات الهامة التي ترفع همم المثقفين والطلبة للاقتداء والامتثال، التعريف بالتضحيات بالغالي والنفيس في سبيل المحافظة على المكتسبات الوطنية، ضرورة أخذ الطلبة والشباب خاصة إلى الانخراط في العمل السياسي لخدمة البلاد والعباد. هذا ما تمكنت من جمعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لنا ذخرا، ولكم أنتم ربما أضفنا لمعلوماتكم شيئا من هذا البحث. نسأل الله تبارك أن يوفقنا وإياكم ما قد رضاه، وأن يكون لنا هذا مدرسا ومنهجا لطلابنا الذين نفتقدهم في مثل هذه الجلسات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا لشيخنا، وربما نعتذر عن قلة التنسيق لأننا كنا نريد طالب عين صالح على أيامكم، كيف كنتم وكيف كانت أحوالكم، وهذا هو الذي سنعود إليه إن شاء الله معكم. هذا سنعود إليه مع الأستاذ الأبيض أيضا، ناس كبار اللي راهم حاضرين في الجلسة إن شاء الله سيتحفوننا بواقع المتعلم في ولايتنا في عين صالح على أيام السبعينيات والثمانينيات.